طلابنا الأعزاء، أهلا بيكم مع الحصة السابعة آلية عمل الجهاز المناعي في الإنسان. بص بقى، اعمل حسابك إن أنا عندي الجهاز المناعي في الإنسان بيشتغل طبقا لآليتين. أول آلية حضرتك اسمها المناعة الطبيعية، أما تاني واحدة اسمها المناعة المكتسبة. واعمل حسابك إن المناعة الطبيعية دي غير تخصصية، مش متخصصة في نوع معين من الكائنات الممرضة، وبيسموها ساعات المناعة الفطرية. إنما النوع التاني لما النوع ده ما بينجحش، المناعة الطبيعية ما بتقدرش ان هي تخلصنا من الميكروب، بتبدأ تشتغل النوع التاني المتخصص في الميكروب ده اللي اسمها المناعة المكتسبة، او ساعات بيسموها المناعة التكيفية. ولانها متخصصة ان شاء الله ستستطيع انها تقضي على الميكروب. واعمل حسابك ان احنا عندنا 3 خطوط دفاع: خط دفاع اول، خط دفاع تاني، خط دفاع تالت. بيبدأ الأول خط الدفاع الأول اللي هو السور، اللي هو بيحاول يمنع الميكروبات إنها تخش. طب افرض خط الدفاع الأول في ثغرات، في فتحات، في فجوات قدرت إن هو الميكروبات تخش. قال لي هنا بقى يبدأ في جنود وغير متخصصين برضه يبدأوا يتعاملوا مع الميكروبات ده، ودي هي خط الدفاع التاني. إذا لم ينجح خط الدفاع التاني اللي هو مش متخصص في نوع من الميكروبات اللي هم الجنود عاديين، هيبدأ يشتغل خط الدفاع التالت اللي هم الجنود المتخصصة. ولذلك اعمل حسابك ان خط الدفاع الاول وخط الدفاع الثاني الاتنين مناعة طبيعية مش متخصصة غير نوعية. انما دي حضرتك خط الدفاع الثالث، وده اللي بنلجأ له في المرحلة الاخرانية. قال لي ده حضرتك هو اللي متخصص ونوعي، وهو اللي بيشتغل في الاخر. تعالى اما افهم كده وخلي بالي من شغل الاتنين. قال لي رغم ان الاتنين مختلفين في طريقة شغلهم، الا ان الاتنين بيشتغلوا في تعاون وتنسيق. الاتنين مصلحتهم واحدة، وهو القضاء على الميكروبات. واعمل حسابك ان النظامين بيشتغلوا وبينشطوا بعض. آلياتهم مختلفة صحيح، ولكن الآليات دي بتنشط بعضها البعض، ده ان دي تكون سبب في تنشيط دي، او ديت بتكون وهي شغالة بتكون دي متنشطة وشغالة معاها. فهم بيشتغلوا مع بعض في تعاون وتنسيق، والاتنين بيعتمدوا الاتنين على بعض. قال لي تمام كده، اعمل حسابك ان المناعة الطبيعية اللي هي اللي مش متخصصة، اللي هي الفطرية، اللي انا قلت لك انها بتمثل خط الدفاع الاول وخط الدفاع الثاني، دي عبارة عن شوية وسائل دفاعية. قال لي بتتميز باستجابتها السريعة والفعالة، عاوزة بتخش بتقاوم وتحارب وتفتت الميكروب. وميزتها سواء خط الدفاع الاول او خط الدفاع الثاني ان هم مش متخصصين في نوع معين من الميكروبات، ودي حتة مهمة جدا. المناعة دي مناعة غير تخصصية. خط الدفاع الأول وخط الدفاع الثاني مش متخصصين في نوع معين من الميكروبات. وأنا هبدأ معاك بقى كده، وتعالوا أما نبدأ مع المناعة وخط الدفاع الأولاني. يبقى أنا عندي خط دفاع أول وخط دفاع تاني. تعالى ما نبدأ بخط الدفاع الأول. خط الدفاع الأول اللي هو السور اللي بيحاول يمنع الميكروبات انها تخش، وده عبارة عن شوية حواجز طبيعية موجودة في الجسم. الهدف من الحواجز الطبيعية دي ان هي تمنع الكائنات الممرضة انها تخش، وده بفضل ان الخط دوت عنده شوية حاجات. قال لي مثلا عندك الجلد اللي بيغطي الجسم كله، ودوت بيعتبر واقي يمنع دخول الميكروبات لجوه. عندك السملاق اللي هو شمع الودان، ما هو انت
عندك الفتحات اللي موجودة في الجسم دي تعتبر نقط ضعف، وبالتالي اي فتحة في الجسم لازم تبقى متأمنة. الودان فيها شمع، العين فيها دموع، قال لي الفم في حضرتك اللعاب، قال لك الممرات التنفسية فيها المخاط، قال لي حضرتك طب لو نجح ان هو يخش للجهاز الهضمي هيلاقي حضرتك افرازات المعدة الحامضية. كل دي مجموعة من الحواجز الطبيعية اللي هو الميكروب بيحاول ان هو بيتخطاها، ولكن قد تنجح في القضاء على الميكروب، مش عاوزينه يخش جوه اللي هو السور اللي هو خط الدفاع الاول. وتعالى اما ناخدهم بقى واحدة بواحدة كده. الجلد بتاع الانسان ده حضرتك ضمن خط الدفاع الاول. الجلد زي ما خدنا في تانية ثانوي في طبقة من بره اسمها الطبقة القرنية، بالاضافة الى العرق كمان. الجلد الطبقة القرنية ديت هتمنع، هي خلايا ميتة بتمنع دخول الميكروبات، وبالتالي حضرتك مش هتقدر تخترقها. يا سلام لو طبقة الجلد دي بقى ما شاء الله مقشفة وحلوة كده، قال لك كده هتقلل حضرتك وتعتبر حماية علشان تمنع الميكروبات من الاختراق والنفاذ. قال لي الغدة العرقية اللي بتطلع العرق ديت، العرق دوت اللي بيبقى مملح دوت بيعمل ان هو يقتل الميكروبات، قال لك مميت بسبب الملوحة، وبالتالي حضرتك ده بيموت الميكروبات بسبب. ولذلك الجلد هو من ضمن الحواجز اللي بتحوط بالجسم، وتعتبر اول الحواجز اللي بتحيط بالجسم بفضل الطبقة القرنية، وكذلك مين كمان؟ العرق اللي موجود معاك. عندك كمان حضرتك الصملاخ او شمع الودان. قال لي الاذن دي تعتبر فتحات ممكن تخش منها ميكروبات، قال لي شمع الودان وده بيقتل الميكروبات. الشمع ده هو حضرتك بيستطيع ان هو يقتل الميكروبات، وكده يبقى احنا امنا الفتحات اللي ممكن والفجوات اللي ممكن يبدأ يدخل منها الميكروبات. عندك الدموع، والدموع ديت حضرتك مجرد حضرتك ان الانسان بينتج الدموع دي وهي مواد محللة للميكروبات. قال لي الميكروبات دي حضرتك الدمعة اللي بتنزل الرطوبة بتاعت العين دي بتحلل الميكروبات، ودي وسيلة ان اي ميكروب ممكن يخش عن طريق العين هيتم تحليله بواسطة الدموع. يبقى اتكلمنا عن الجلد، اتكلمنا عن شمع الودان، اتكلمنا عن الدموع، اتكلم معايا كمان عن الممرات التنفسية. الممرات التنفسية بتتميز بوجود المخاط اللي بيرطب الممرات دي، وخلي بالك ان الممرات دي الخلايا بيبقى فيها اهداب بتتحرك، لو في اي ميكروب جه وجه في المخاط هيلزق في المخاط، التصاقه في المخاط ده هيمنع الجسم الغريب ان هو يدخل حضرتك. بالاضافه الى الاهداب بتاعت الممرات هتاخد المخاط ده وتعمل فيه، بص اتفرج الاهداب، ايوه حرك لي الكلام ده، يبدا يكرش المخاط بالبلاوي اللي عليه، يكرشهم بره الجسم عن طريق الاهداب اللي بتبقى مبطنه للممرات التنفسيه. يبقى المخاط والاهداب المبطنه للممرات التنفسيه، المخاط بتلزق في الميكروبات هو والاهداب، وبالتالي تبدا تطلع وتمشي بره، وكده يبقى احنا خلصنا من الكلام دوت. كمان قال لي ما تنساش ان انا عندي هنا كمان ممكن ده مدخل غير الممرات التنفسية. قال لي عندي اللعاب، قال لي اللعاب دوت فيه انزيمات هاضمة، مع الانزيمات في مواد بتقتل الميكروبات، وبالتالي اللعاب هو المدخل ده هيلاقي لعاب الفم، هيلاقي لعاب يبدأ يواجهه عن طريق المواد اللي بتقتل الميكروبات. قال لي طب لو كلت سندوتش فيه ميكروبات مش ممكن تخش عن طريق، هتاكل الاكل فم بالعوم ثم حضرتك مريه ثم تخش على المعدة، هتلاقي افرازات المعدة HCl مية نار، هتعمل حضرتك مية النار دي ان هي تبدأ تموت الميكروبات الموجودة. كل ديت اي فتحات موجودة في الجلد
تستطيع ان هي نقدر نأمنها. عندي حضرتك الجلد ده، هو ده الطبقة القرنية هتمنع الدخول، والغدة العرقية الملح بتاعها. عندك هنا في مخاط، عندك هنا في دموع، عندك هنا في لعاب، عندك الممرات التنفسية والأهداب. كل دي أي احتمالات بتقدر تخلص منها بشكل كويس. خط الدفاع الأول إذا ما لم ينجح في إن هو يمنع الميكروبات، قال لك واستطاعت الميكروبات أن تخترق خط الدفاع الأول نتيجة لوجود جرح قطعي اهو، هتبدأ الميكروبات يا حلو تخش من خلال منطقة الجرح. هنا بقى هيبدأ يشتغل خط الدفاع التاني، واعمل حسابك ان خط الدفاع التاني مناعة طبيعية ما هيش متخصصة، بس دي جوه الجسم. وتخلي بالك من الكلام دوت، قال لي تخلي بالك ان دي عبارة عن نظام دفاعي، اهم حاجة ده داخلي جوه الجسم، وعنده عمليات برضه غير متخصصة. هو بيقضي على اي حاجة غريبة سواء بين الخلايا زي ما احنا اتفقنا او جوه الخلايا زي ما احنا كنا بنقول. وبالتالي تبدأ هذه العمليات بالاستجابة للالتهاب الشديد. اوعى تفتكر ان هنا آلية خط الدفاع التاني بيعتمد على ان هو يقاوم عن طريق بالاستجابة بالالتهاب الشديد. وبقول تاني، اوعى تفتكر ان الالتهاب ده حاجة وحشة، ده هو الآلية اللي حضرتك بيبدأ يشتغل عليها، وهي الاستجابة لهذه الكائنات عن طريق الالتهاب. والالتهاب ده عبارة عن تفاعل دفاعي، وهو بنأكد ان هو ما هوش متخصص، يعني ما هوش بيشتغل على نوع معين، ولذلك بنسميه غير نوعي. ودوت حضرتك بيعتمد على الإصابة ونتيجة لتلف الأنسجة اللي بتسبب الإصابة والعدوى. وافهم معايا بالراحة كده. أول ما الميكروب دخل يا أستاذ، قلنا أول ما الميكروبات تبدأ تدخل في ناس قاعدين حضرتك، وهو قصده هنا على الخلية الصارية. الخلية الصارية دي أول ما بتلاقي الميكروبات دخلت بتبدأ تصوت وتصرخ هي، وكان في خلايا اسمها الخلايا البلعمية. فالخلية الصارية ديت هتبدأ ترش مادة اسمها الهستامين. وعلى فكرة مش الصارية لوحدها هي اللي لها القدرة على إنتاج الهستامين، لا، في خلية بعد كده كمان اسمها الخلية القاعدية، هي كمان لها القدرة إنها ترش الهستامين. يبقى أنا عندي اتنين، اللي في الأول الخلية الصارية هي اللي بترش الهستامين، وبعد شوية لما تيجي الخلية القاعدية بترش هي كمان الهستامين. الهستامين ده كمادة حضرتك لما بتترش ايه اللي فايدتها؟ قال لي شايف جدران الأوعية الدموية دي؟ قال لي بتبدأ الجدران ديت لو في هنا خلايا دم احنا هنستدعيها علشان تقضي على الميكروبات، مش هتعرف تعدي من الشعيرات الدموية، لأن الثقوب دي ثقوب صغيرة جدا مش هتسمح ان هم يعدوا. فتبدأ لما هي ترش الهستامين تبدأ جدران الشعيرات الدموية والأوعية الدموية ديت تبدأ تتسع. يبقى لما هيحصل تمدد للأوعية الدموية هنا، أنا عندي سوائل هنا هوت موجودة في البلازما. هتبدأ السوائل هنا هتبدأ تستغل الاتساع ده، ويبدأ يحصل لتسريب للسوائل دي، هتبدأ تخش بين الخلايا، وبالتالي بين الخلايا هنا هتزيد السوائل، فيبدأ يحصل تورم هنا بسبب زيادة السوائل، وده اللي بنسميه الالتهاب. تيجي تبص حضرتك تلاقي حصل تعويرة وحصل التهاب، كل ده بسبب تمدد الشعيرات. وبالتالي حضرتك السوائل اللي موجودة في البلازما بدأت تتسرب في الأوعية الدموية الصغيرة والشعيرات، وده يؤدي إلى تورم الأنسجة وحدوث الالتهاب.
الالتهاب اللي قدامك ده. اذا الالتهاب ده مش حاجة وحشة، ده حاجة حلوة جدا، وهو السبب هو تسرب هذه السوائل اللي موجودة في بلازما الدم، وبالتالي تورم الأنسجة وحدوث الالتهاب. طب ما احنا بقى عاوزين ان يبدأ يحصل شوية حاجات. قال لي بص بقى، احنا عارفين ان ساعات الميكروبات بتبقى بره الخلية وساعات بتبقى جوه الخلية. احنا اتفقنا ان انا عندي في خلية اسمها خلية وحيدة نواة، بتبدأ أول ما تبدأ جدران الأوعية الدموية تبدأ تتوسع، تبدأ الخلايا وحيدة النواة دي تبدأ تدور على البكتيريا دي أو الكائنات اللي موجودة بين الخلايا، وتبدأ تاكل فيها شوية بشوية، وديت بتاكل على قدها شوية. وقلنا كمان إن ممكن مع الوقت الخلية وحيدة النواة تبدأ تتحول لخلية بقها كبير اسمها الخلية البلعمية الكبيرة، ودي ما بترحمش، هم يا جمل، بتبدأ تاكل حضرتك البكتيريا والكائنات واي حاجة غريبة موجودة، لانها مش متخصصة، لان احنا بنتكلم في خط الدفاع التاني. يبقى شفت اللي ساهم معاك، عندك خلية وحيدة النواة كلت على قدها، وجات الخلية البلعمية بدأت تساهم. عندك كمان خلايا اللي هي الخلايا المتعادلة حضرتك راحت هي كمان تاكل، بس بصراحة دي فظيعة، بتاكل اكل رهيب. وبتساعدها كمان الخلايا حضرتك اللي هي خلايا الحامضية برضو بتاكل هي كمان اي حاجة غريبة. وما تنساش كده كمان ان الخلية القاعدية هي والخلية الصارية عمالين يرشوا في الهستامين. خلي بالك ان دي بترش الهستامين علشان لو الهستامين بتاع الخلية الصارية قل شوية دي تشتغل ويحصل التسرب ويحصل التمدد للأوعية الدموية هنا حضرتك، ويبدأ بقى حضرتك كده، دي اسمها الاستجابة. الكلام ده بيحصل لو الكائنات أو الميكروبات موجودة بره الخلايا. طب افرض حضرتك كانت الميكروبات موجودة جوه الخلايا، هنا هيتم استدعاء الخلية اللي واخدة تدريبات من الخلايا الليمفاوية، وهي الناتشورال كيلر او الخلية القاتلة الطبيعية، ودي حضرتك بتتميز ان هي بتجري في الدم وتستغل بقى دي بقى حضرتك مناعة خلوية انها تروح وتقتل الخلية اللي هي موجودة كده. ودي حضرتك تعتبر رغم ان هي خلية خدت تدريبات الا انها تعتبر غير متخصصة، بتقتل اي خلية غريبة. واحب اقول لك ان اللي بيساعدها على هذه العملية كمان، اعمل حسابك اللي هي المواد الكيميائية المساعدة، الانتروفيرونات. لما قلنا ان الخلية المصابة بتبدأ تطلع حاجة اسمها الانترفيرونات علشان توصلها للخلية السليمة. قال لي جميل، قال لي بص بقى، ودي وسيلة الانتروفيرونات دي هتتنقل من الخلية المصابة عشان تقول للخلية السليمة خلي بالك علشان الحلو لما يجيلك تبقي مستعدة. الباشا بحسن نية دخل الخلية السليمة وما يعرفش ان الخلية كانت متأمنة بانترفيرونات. الباشا بحسن نية بدأ يطلع الانزيمات بتاعت نسخ الحمض النووي، وما يعرفش ان الانترفيرونات هتبدأ تكون انزيمات، الانزيمات توقف انزيمات نسخ الحمض النووي، وبكده حضرتك كما يسمح نفاذ المواد الكيميائية زي الانترفيرونات في ايضا في المكافحة الخلوية او المناعة الخلوية. وكده الانترفيرونات ساعدت الناتشورال كيلر او الخلية القاتلة الطبيعية انها تقضي على الميكروبات اللي هي دخلت جوه الخلية. اما طبعا الخلايا البلعمية وخلايا وحيدة النواة والخلايا المتعادلة والحامضية، ومش هننسى برضو القاعدية وماله، كل دول تساعدوا في الموضوع ده. وكده خط الدفاع التاني قام بشغله على أكمل وجه، وإن كان قضى على الميكروبات فشكرا، وإن لم يقضي على الميكروبات يبقى هنبدأ نخش في المناعة المكتسبة وخط الدفاع الثالث، ويبقى هو دوت
بعد كده. شدوا حيلكم يا ابطال وربنا يعينكم ان شاء الله.